السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم يا جماعة برضو في حاجة تخص الحرب الدايرة، ودي أهم حاجة دلوقتي، لأن مصير المنطقة كلها ومصيرنا كعرب هيتحدد في الحرب دي. دلوقتي الإخوة في الخليج عمالين يهاجموا المصريين ويهاجموا الرئيس السيسي ويتريقوا علينا ويتهمونا إن احنا تخلينا عنهم، وان كلمة الرئيس السيسي بتاع مسافة السكة دي طلعت كلام وكلام من هذا القبيل. وطبعا احنا عارفين الاعلام والقنوات الخليجية، سواء سعودية سواء اماراتية سواء المنطقة دي كلها، مفيش حد يقدر يتكلم في حاجة الا بموافقة النظام الحاكم وبموافقة الامن. اذا الحكومات بتتهمنا ومطلعة الناس دي تشتمنا وتشتم الرئيس بتاعنا، واحنا برضو كعادة الكبار مش هننجر للشتيمة ولا هنرد ولا هنعاير ولا هنقول مصر عملت ايه ليكم ولا الكلام ده كله. خلينا نتكلم بالعقل. اول حاجة، اي جندي مصري او اي جندي عربي هيتدخل في الحرب دي، ده غباء سياسي. والرئيس السيسي راجل مخابرات وفاهم، فاهم ايه اللي ورا الحرب دي، وفاهم ابعاد كتيرة. وانا قلت وغيرنا قال، غيري قال، لو سمحت بعد اذنكم اسمعوا كلام السيسي في الموضوع ده. واحنا مش ساكتين، بنحاول احنا وتركيا وباكستان والسعودية بنحاول نحل، لان احنا قلنا الحرب دي كل يوم بيعدي احنا اللي بنخسر يا جماعة. الخليج بيخسر، الأردن بتخسر، العراق بتخسر، مصر بتخسر، لبنان بتخسر، منطقة الشرق الأوسط كلها. وإن أحسن حل وقف الحرب دي تقف بأسرع وقت ممكن، مش إن إحنا نبعت جنود مصريين ونبعت جنود سعوديين. إحنا بنقول إن ترامب عاوز يورطنا في الحرب دي يا جماعة، هو ونتنياهو. هو دلوقتي هنسأل كام سؤال كده عن بفكرة نظرية المؤامرة. هما بقالهم سنين الأمريكان من ساعة صدام، الله يسامحه بقى مطرح ما راح، ماشي، خرب الدنيا ودخل الكويت، وأمريكا عملت قواعد في المنطقة. القواعد دي بقالها سنين، أكلين شاربين نايمين، كله على حساب الإيه، الدول الخليجية. تمام، بحجة ان هم هيحموكم وقت الحرب. واحنا قلنا اللي متغطي بامريكا عريان، بدليل ان هم فضوا القواعد بتاعتهم وسحبوا الجنود والضباط بتوعهم، اللي رجع واللي نزل في فنادق، وسابوا القواعد فاضية. مين اللي بيحميكم دلوقتي؟ انتم اللي بتحموا انفسكم. والكلام ده موجه للسعودية وللكويت وللبحرين وللأردن ايه تاني، والكويت والإمارات. انتوا اللي بتحموا نفسيكم دلوقت، انتوا اللي بتستخدموا أمريكا بعيدكم من الآخر. ومش بس بعيدكم، دي عاوزة تورطكم وتورط المنطقة ووراكم مصر في حرب برية مع إيران. واحنا قلنا إن أي رصاصة أو جندي عربي مصري سعودي كويتي بحريني اي حد يا جماعة هيدخل في الحرب دي هو بيخدم سياسة نتنياهو وسياسة ترامب. هما عاوزين يصدرونا احنا كمصريين وكعرب، بيصدرونا
لحتة الغزو البري، لان يبقى فيه ضحايا كتير، سواء غزو جزئي او غزو كلي. بمعنى لو احنا جينا نفتح مضيق هرمز بالعافية، هتبقى مجزرة للجنود والقوات اللي داخلة، وهم عارفين كده، بدليل ان القادة العسكريين في الكبار، رئيس الاركان استقال، وكذا قائد في القوات الامريكية استقال. مش عاجبهم طريقة وزير الحرب ده اللي ربنا ياخده الامريكي، ولا عاجبهم سياسة ترامب، وتقريبا مختلفين في حتة ازاي الحرب تستمر ويبقى في غزو بري ولا ما يبقى فيش. هل انتوا ترضوا ان احنا كمصريين نتصدر لغزو بري واحنا عارفين ان يبقى في مجزرة؟ انتوا هتتبسطوا بكده؟ الاخوة اللي في الخليج، لو سمحت كفوا ألسنتكم عنا بعد اذنكم. احنا دولة عندنا مشاكل كتير، وانتوا مفيش دولار دفعتوه الا وفي مصلحة. من اول 2013 لحد الان كل دولار دفعتوه في مصلحة ليكم، تمام، بدون توضيح، كله مفهوم. من 2013 لحد دلوقت اي دولار اتدفع يا اما خدت قصاده مصلحة سياسية، يا اما خدت قصاده حتت غالية علينا من ارض مصر. احنا دولة في ازمة مادية، ماشي، عندنا ديون كتير. لو احنا كنا هنحارب كنا اولى نتجه لحرب اثيوبيا والعك اللي هي عاملاه علينا في مية النيل والسد، لكن وضعنا لا يسمح بايه؟ بصدامات عسكرية. فانتوا عاوزين مننا ايه؟ عاوزين من السيسي ايه؟ اذا كان الامريكان اللي انتوا بتصرفوا عليهم بقالكم سنين سابوكم وتخلوا عنكم، ومش بس كده، ترامب كل ما بيضرب حتة هو عارف ان ايران هترد في اي مصالح امريكية موجودة عندكم، وما اكثر المصالح الاقتصادية الامريكية في الخليج. تمام. ترامب مش عبيط ولا نتنياهو عبيط، هم عاوزين يستفزوا ايران على الاخر، وايران هترد في دولكم انتوا. يبقى ترامب عاوز ايه؟ واحد، عاوز ان انتوا تنجروا للحرب، واحنا قلنا ان اي جندي عربي او اي رصاصة عربية تتدخل في الحرب دي ده غباء سياسي. احسن حل لينا ضبط النفس والصبر، ماشي، والسعي دبلوماسيا بكل القوة. وكنتوا عندكم ورق ضغط كتير على امريكا، استخدموه. فوقوا بقى، الامريكان سابوكم مش المصريين اللي سابوكم. هو احنا يا جماعة كان عاملين قواعد عندكم؟ مين اللي عامل قواعد عسكرية في الخليج؟ مين؟ مش الامريكان؟ من التسعينات لحد الان اكلين شاربين نايمين لابسين على حساب الدول. مين اللي راح ادى هدية لترامب طيارة تمنها 500 مليون دولار؟ مين اللي بيجيب لعيبة بمبالغ هايلة، مبالغ اصلا هم ما يحلموش بيها لاعبين تحت مسمى الرياضة؟ يا جماعة فوقوا، اعملوا تجنيد اجباري عندكم، اعملوا جيوش. انتوا مستنيين ايه مننا؟ احنا دولة في ازمة، وانتوا جزء من الازمة. شاركتم من 2013 لحد الان، انتوا عارفين عملتوا ايه. والامارات اللي بتعمله في السودان هي عارفاه، وتمويل حميدتي الامارات هي اللي بتعمله، كل العالم عارف كده. سد اثيوبيا الامارات مشاركة فيه مع اسرائيل. النظام الاماراتي بيتآمر على مصر، ومع ذلك محدش غلط فيكم،
الرئيس السيسي محافظ على علاقة جيدة بالشيخ محمد بن زايد، ماشي، وبيحاول يستوعب المواضيع وبيتعامل دبلوماسيا كويس. انتوا كمان في الاخر مش عاجبكم وبتتهمونا وسايبين قنواتكم بتشتموا فينا وبتتهمونا بالخيانة. هو احنا اللي خناكم ولا الامريكان اللي سابوا قواعدهم هم اللي خانوكم؟ هو احنا اللي دبسناكم وبندبسكم في الحرب، ولا الامريكان وترامب ونتنياهو واسرائيل اللي عمالين يضربوا ولسه هيضربوا بغباء اكتر في ايران، وضربوا محطة بوشهر النووية 4 مرات وهم عارفين ان اي تسرب اشعاعي دول الخليج هتتأثر بيه وممكن مصر كمان. ليه يا جماعة تحملونا فوق طاقتنا كحكومة وكشعب؟ احنا في ازمات مادية اقتصادية، نطلع من الازمة دي للازمة دي للازمة دي، وضع البلد صعب، ومع ذلك احنا محافظين على الجيش بتاعنا يبقى جيش قوي، وجيش عنده تعدد مصادر تسليح، وجيش عظيم. ومصر من غصب عن اي حد عظيمة بشعبها، بشعبها بشعبها وبجيشها العظيم. احنا في فرق ان احنا نضطر ندخل حرب. انتوا عاوزين تدخلوا حرب مع امريكا واسرائيل عشان تفيدوهم يا جماعة؟ عاوزيننا احنا نتدخل ونتصدر ليكم علشان خاطر نخدم اجندة ترامب واجندة نتنياهو واحنا في ظروف صعبة؟ وانتوا مش، مين اللي قال هو فاكرني مكنة اي تي ام؟ مين دلوقتي اللي بيدي لو ادى اي منحة دولار بياخدوا قصادها ارض بيشتروها وارض مميزة في مصر؟ انتم مش بتمنوا علينا يا جماعة ولا احنا بنمن عليكم. احنا قلنا ان من مصلحتنا وقف الحرب دي بأي طريقة، مش ان احنا ننجر. ساعة صدام حسين يا جماعة، صدام حسين غزا الكويت، غزا الكويت، وظروفنا كانت مختلفة تماما وأحسن من كده بكتير. ولما دخلنا برضو بأهداف حماية، وحماية الكويت، ومن أجل وقف صدام عن تهوره، ومن أجل إحنا كمان كان لينا مصلحة إن الديون بتاعتنا تقع. تمام. لكن صدام غزا الكويت، وكان ممكن يغزي بلاد تانية لو ما وقفناش عند حده، هيكمل على دول الخليج. لكن ايران لم تغزو احد، وانا مش بدافع عن ايران، انا بقول الواقع. ايران بلد متحاصرة بقالها 40 سنة، واضطرت ان هي تدخل الحرب دي لان هم اللي يا جماعة بدأوا، اسرائيل وامريكا، وقتلوا لهم المرشد الاعلى بتاعهم، وقتلوا كل قيادات الصف الاول والصف الثاني. وانا بقول لكم اهو، مش كل الطائرات المسيرة والصواريخ اللي بتضرب اماكن مدنية عندكم جاية من ايران. لان بالعقل كده هم ليه يضربوا اماكن مدنية عندكم؟ ليه يستفزوكم؟ ليه يخسروكم؟ ما انتوا ممكن تروحوا مجتمعين مع امريكا، صح ولا انا غلطان؟ مين المستفيد من ضرب الصواريخ والمسيرات فيكم في اماكن مدنية؟ اسرائيل وامريكا. هل ده جديد عليهم الوساخة دي؟ ياما عملوها، اقروا التاريخ وانتوا تعرفوا. تمام. مش انا اللي هقول، مش احنا اللي هنقول لكم، ومش انا اللي اقول لكم. اسرائيل مش سهل عليها تشوش على الرادارات او باي طريقة وتكتب على الطائرات المسيرة دي، تجيب طائرات مسيرة شبه بتاع ايران والصواريخ بتاع ايران ويضربوا في اماكن مدنية ومكتوب عليها بالفارسي، هوب انتوا تيجوا تشوفوا البقايا بتاع الصواريخ، الله 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 ده ايران ضربت. فوق يا جماعة. الرئيس السيسي دعا لعمل قوات عربية مشتركة للدفاع. حد منكم استجاب؟ حد منكم خد الكلام ده بجدية؟ حد اهتم؟ جايين دلوقتي تقولوا
الجيش المصري والمصريين فين، وتشتمونا، وناس تطلع تقول وقفوا التأشيرات للمصريين بتاع العمل، وناس تانية تقول مسافة السكة وتتريق على القيادة السياسية بتاعتنا. احنا مش بعناكم، اللي باعكم امريكا، وانتوا لسه برضو مصرين تبقوا اتباع لامريكا، مش عاوزين تفوقوا، وبتنجروا للحرب دي. والحرب دي بقول لكم اهو، اي رصاصة عربية في الحرب دي خسارة ليكم وخسارة لينا. الحرب دي لازم تقف، نتنياهو لازم يقف عند حده. القواعد الامريكية اللي ثبتت فشلها لازم تمشي من المنطقة. ده الصح لو انتوا عاوزين تعملوا الصح. لازم يبقى في تجنيد اجباري عندكم، لازم يبقى في جيوش، لازم يبقى في تعدد مصادر سلاح زي مصر كده. مصر بتشتري السلاح من كذا حتة، بس القيادة السياسية فاهمة يعني ايه حرب، ويعني ايه تكلفة مادية فوق طاقتنا. يا جماعة مش مطلوب مننا ان احنا نحارب عشانكم، دي حاجة لو عملناها تبقى جدعنة وفضل مننا. انتم من زمان خلاص اعتقدتوا ان القواعد الامريكية دي هتحميكم. هي القواعد الامريكية مش وسابوكم، يبقى مين اللي خانكم؟ مين اللي تخلى عنكم؟ مين اللي باعكم؟ عاوزين ايه من مصر؟ مش شايفين المشاكل اللي احنا فيها؟ ما انتوا عارفين. انتوا وقفتوا جنبنا؟ لا، ما وقفتوش. كل دولار اتدفع خدتوا قصاده مصلحة سياسية عندكم. بتحاولوا بالنظام الاماراتي بالذات بيحاول يحاصر مصر بالعقل. حميدتي يمولوه، اثيوبيا يمولوه، ليبيا ليهم اجندة فيها. طب وانتوا مالكم ومال كل ده؟ لصالح مين؟ انتم النظام الاماراتي بيعمل كده لصالح مين؟ النظام القطري لما ادى 500 طائرة هدية لترامب ب $500، لما ترامب في كل زيارة لدولة منكم خد مش عارف 500 كام ولا نص تريليون ولا تريليون استثمارات من غصب عنكم، جايين علينا احنا كمصريين. انتوا يا خدتوا مصالح سياسية مننا وانتوا فاهمين من 2013 لحد الآن، يا إما بتاخدوا قصادها أحسن أماكن في مصر. صح؟ انتم مش بتمنوا على مصر ومش واقفين جنب. لو واقفين جنبنا ادونا يا اخوانا منح. دلوقتي البنك المركزي محتاج منح دولارية بعد خروج المال الساخن. ها، بتحطوا دولار لله؟ يا جماعة ها، كونوا جيوش، كل دولة تكون جيش، سيبكم من امريكا اللي متغطى بامريكا عريان، اعملوا قوة الدفاع المشتركة اللي دعا عليها الرئيس السيسي. بطلوا تهاجمونا في الاعلام، وقفوا الحملة دي لان هي عديمة الفائدة وزرع كراهية وكذب وافتراء علينا وعلى القيادة السياسية بتاعتنا. اتقوا الله. بقول للقيادات الخليجية اتقوا الله. مفيش حد يقدر يطلع يتكلم على قناة خليجية الا والنظام بتاع البلد موافق. احنا فاهمين كده. لو قال كلام مش عاجبكم هيتشد على يتحبس. اذا انتوا ورا الحملة دي، وقفوها. احنا مش انتوا الامريكان والقواعد الامريكية موجودة عندكم لحمايتكم، هم سابوكم، واحنا بنحاول نحل الموضوع دبلوماسيا، وبنقول ان اي رصاصة تطلق من ايران عليكم احنا ضدها وبندينها. بس لازم ضبط النفس. لو انجرينا للحرب دي ده منى امريكا ومنى ترامب، ان احنا كل الدول تنجر للحرب. ارجوكم لا تحملوا مصر فوق طاقتها. ارجوكم لا تنجروا الى هذه الحرب.
ارجوكم وقفوا، مش عاوز اشتم، وقفوا الناس اللي مفكرين ولا اسمهم ايه الصحفيين ولا النخبة اللي ماليين القنوات بتاعتكم ليل ونهار بتتكلم وبتهاجمنا بقالها فترة. الدخول في الحرب دي عبث، مفيش حل غير ان احنا نوقف الحرب، والدبلوماسية المصرية شغالة بأقصى طاقتها. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله.